كان قاتل محترف، ولكن عشان عرف أسرار كتير بيتم اغتياله لينتقل إلى عالم ثاني ليقرر أن يكون قاتلا مرة أخرى. إنها أسطورة اندماج الوحش، قوة جبارة لا حدود لها. دي حكاية القاتل الأعظم وولف. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان لو وصلنا 1000 مشترك هدلعكم فيديوهات. وبدون ما أطول عليكم يلا نبدأ الحكاية. بتبدأ حكايتنا وبتكون في طيارة طايرة، وبيكون في شخص بيتكلم في التليفون وبيقول إن تم التعامل مع الهدف، فبيرد مديره وبيقول له إنه يستحق إنه يكون أكبر قاتل المنظمة وإن اكتملت المهمة. وبيزعق وولف وبيقول هو إيه اللي حصل؟ الطيارة اللي بتتهز. بيرد مديره وبيقول له وولف، لقد كنت تعمل بجد من أجل المنظمة ولكنك تعرف الكثير، علشان كده من فضلك اكتم هذه الأسرار إلى الأبد. وبتنفجر الطيارة وبيصحى وبيكون في جسم واحد تاني وبيقول إن هو فين؟ هو أنا ما متش من الانفجار على الطيارة؟ أنا متصدع، أكن حاجة اخترقت مخي. وبيقع على الأرض وهو ماسك في راسه. منذ 1000 عام عندما ظهر القمر الدموي في السماء بدأ شروق لا حصر لها في الظهور على الكوكب، وجاء عدد لا يحصى من الوحوش الضخمة إلى العالم من خلال الشقوق. وشهدت البشرية كارثة ضخمة أمام الوحوش القوية، وإن الأسلحة البشرية بالنسبة للوحوش دي حاجة تافهة جدا. وبعد 10 سنوات تبقى من البشر فقط ما يبلغ 100 مليون، والحضارة البشرية على وشك الفناء. وفي لحظة ظهر أسياد أرواح الوحوش من خلال الاندماج مع أرواح الوحوش. ظهر البشر الذين يتحولون إلى وحوش، ويمكن لبعض الناس إيقاظ روح الفيل، ويمكن للبعض الآخر إيقاظ روح وحش الغرب الذهبي، وفي ناس تانية بتيقظ روح الوحش الشرة. وكمان مش كده وبس، لا ده كمان ظهرت أسياد روح الوحش. الوضع يائس للبشرية، بشرت بأمل جديد. وكمان إن أرواح الوحوش المستيقظة عندها برضو تقسيم درجات واضح من أدنى لأعلى، وأدنى درجة هي إيه وصولا إلى الدرجة اس. ولكن لأنه روح وحش دي نيوان وهي أدنى مستوى. وبيتكلم صاحب الجسم الأصلي وبيقول إن عنده وحش أدنى مستوى، وهو أدنى مستوى الوجود، المستوى إيه، وإنه ما كانش عنده لا عائلة ولا أصدقاء يمكنك الاعتماد عليهم. وإن عندما تمكنت من الارتباط بروح الوحش تم الترحيب بهذه السخرية والتنمر عليا، وكانوا بيقولوا هذه هي الروح الوحشية في الأكاديمية من غدة إيه، وإنه ضعيف جدا. واحد كمان بيقول إنه كمان عنده وجه للبقاء في الأكاديمية، وكان بيتعرض للتنمر زي ما كانوا عايزين الناس. فأنا مثل قطعة القمامة التي يرميها العالم بلا رحمة. وكان الراجل ده بيتنمر عليه على طول وبيقول له انه ما يقتربش من سو موشي والا انه هيقتله يا قطعة القمامة. وعند وولف بيقول اتضح اني انتقلت لعالم تاني، وان الحاكم بيشفق عليا، وانه استغل من قبل الاخرين في حياته السابقة، وفي الاخر تم التخلي عنه. بيظهر له الجسم الاصلي وبيقول له هو انت تم التخلي عنك زي انا كمان؟ وبيقول وولف انا مش قادر احرك جسدي على ما يبدو. وبيرد الجسم الاصلي وبيقول له طب لو الامر كده ما تسيب العالم زيي. بيقول له وولف هو انت هتسيب العالم محبطا هكذا ويائس؟ انت مش عايز تنتقم؟ بيقول له الجسم الاصلي انتقام لقد سبق ومت، وانت مجرد شخص مسكين يحتل جسدي. الشفقة لا تعني الضعف. بيقول له وولف الشفقة لا تعني الضعف، فلماذا تعترف بالهزيمة للعالم؟ لماذا لا نقرر مصيرنا؟ بيرد الجسم الأصلي وبيقول له لقد تم التخلي عنك بلا رحمة، وما زلت تريد أن تعيش لتموت مجددا، أليس هذا مؤلما؟ بيرد وولف وبيقول له الألم هو إني كنت غير قادر على الاختيار، ولكن دلوقتي أنا عايز أعيش بإرادتي. بيرد الجسم الأصلي وبيقول له أحسنت القول، ابقى معايا في جثة هذا القمامة عاجلا أم آجلا ستنتهي مثلي. فبيرد وولف وبيقول له لو أنا ما حاولتش إزاي هعرف؟ أنا ما أعتقدش إن القمامة هتفضل قمامة للأبد. سأثبت للعالم وأجمع أن قدري ليس في قدر أي أحد. بيحط ايده الجسم الأصلي عليه وبيقول له إنه غريب الأطوار. وبيفكر وولف بيقول هو أنا فعلا ممكن أموت مرة تانية؟ وبيفتكر اللي قاله الجسم الأصلي وبيقول للجسم الأصلي تذكر ما قلته، انتقم ليا من الآن فصاعدا، ستكون لي نيوان وهو ده اسمي. وبيقول وولف أخيرا الجسد ده يقدر يتحرك، وبيقف وهو بيقول له أنا هنتقم لك أكيد. وبيختفي الجسم الأصلي وولف بيقول وأنا إزاي هصبح أقوى حسب مستوى العالم ده؟ يمكن لأرواح الوحوش من المستوى إيه الانخراط في وظائف منخفضة المستوى، هو ده بس اللي تقدر تعمله. ومن الصعب جدا إعادة أنفسهم، وبالطبع حتى لو ما استطعتش النجاة في أسوأ الظروف سأعود إلى وظيفتي القديمة، سأكون قاتلا من جديد. ومرة واحدة بيسمع صوت وهو بيقول له تم اكتشاف المضيف، قد أيقظ روح الوحش، لقد نجحت في ربط نظام ترقية وتطوير الوحش، وبتكون الروح بتاعته
شمال خضراء، والحالة طفل صغير، والتصنيف الموهبة الدرجة E، الطول مش معدي المتر، والوزن كيلو واحد، وطريقة الهجوم لدغة أو مخلب. وبيقول وولف هو ايه ده؟ بيرد عليه تنين وبيقول له مرحبا يا لين يوان، أنا اسمي شياو، من الآن فصاعدا أنا همشي معاك لتنمو وتصبح أقوى خطوة بخطوة. فبيرد وولف وبيقول له أنت هو النظام؟ فبيقول له أيوة هذا صحيح، من الآن فصاعدا سنكون شركاء يسوقون ببعضهم البعض، دعنا نتعايش بشكل جيد. وبيمشي وولف وبيقول له النظام أنت ليه هتمشي؟ لماذا لا تشعر بالفضول حول ما يمكنني فعله؟ أنا أفعل لمساعدتك. فبيرد وولف وبيقول له هتكون هناك فرص للسؤال في المستقبل، والآن أنا عندي شيء مهم لأفعله. وفي مكان غريب حد بيتكلم وهو بيقول هو ايه اللي بيحصل هنا؟ انت عايزاني اساعدك؟ يمكنك ان تسألي فقط، لا تتجاهليني يا سوموشي، انا عايزه اتحدث اليكي بس. بتقول له انت عايزه ايه؟ بيقول لها ان هو عايز يتجوزها. بتقول له انت متوهم، هو انت فاكر اني هستسلم بالسهوله دي لقوتك الاستبداديه؟ فبيرد وبيقول لها سوموشي، اعلم انك سيده روح وحش من الدرجه اس، لكن مضت فقط فترة وجيزة على استيقاظك. لقد جمعت العديد من سادة الوحوش من المستوى بي. انت فاكرة اني مش اقدر احصل عليكي؟ بالمناسبة نسيت اني اقولك انه اعتنى برضه بالنتن اللي جنبك. فبتزعق فيه وهي بتقوله انت فعلت ايه باللين يوان؟ فبيرد وبيقول لها مين قال لي الا يفقه الجيد من السيء، مجرد قمامة تجرؤ على التحدي. فبيقول لها دلوقتي انا وانتي بقينا بس نقدر نتجوز، مفيش خيار تاني. وفجأة حد بيجي بسرعة جبارة وبيسبق كل الجنود وبيجي عنده وبيمسك رقبته، وبتكون هي مصدومة، وبيكون وولف بيتعصب منه وبيقول له انت هنا، وكله بيهجم عليه وعمال يضرب فيهم واحد واحد وشغال طحن فيهم وبيوقعوا، وبيقول لهم قائدهم اقتلوه من اجلي، وبيقولوا له حاضر. وكله بيبدأ يستخدم اندماج روح الوحش وبيبدأوا يتحولوا لوحوش كتيرة. وبيقول وولف هو ده اندماج روح الوحش؟ انه يشبه الوحش فعلا، هو انا اقدر برضه ان انا اندمج؟ فبيقول له النظام ايوه، ولكن سحلية روح الوحش ضعيفة جدا، ويمكن ان انت تلاقي نقاط تطورية من خلال الحصول على صناديق الكنز من خلال انتصارات المعركة. فبيقول له وولف هو انا لو ما استخدمتش اندماج الوحش اقدر اهزمه؟ فبينصدم النظام وبيقول له ما تقوليش انك عايز تقاتلهم بجسدك المجرد ده، هو انت مجنون؟ سوف يقتلوك بصفعة. فبيقول له وولف انا هموت بشكل اسرع لو استخدمت روح الوحش، على اي حال ما زلت قاتلا. وبيزعق عليهم قائدهم وبيقول لهم انتوا منتظرين ايه؟ هاجموه. والوحوش بتبدأ تهجم عليه، وقائدهم بيقول ايها الاحمق انت اكيد هتتنفخ، ستتمزق اربا. وبيبدأ يظهر البخار وحد بيهجم عليه وبيبدأ يشم البخار، وبيشوف انج على راس الوحش وبيمسك راسه وبيلفها وحرفيا بيموته بضربة واحدة. والبنت بتنصدم وبتقول هو قضى على وحش مغدد بيه بيديه المجردتين؟ ازاي قدر يعمل كده؟ ده قوي جدا. وبيقول وولف انه كويس انه احتفظ ببعض اساليب الاغتيال من حياته السابقة. بيقول النظام تهانينا، لقد هزمت سيد روح وحش مغدد بيه وحصلت على صندوق كنز من الحديد الاسود. بيقول وولف صندوق كنز من الحديد الاسود، وبيظهر له صندوق الكنز وبيقول له النظام انه يقدر يحصل على اشياء جديدة مثل المعدات الفائقة او نقاط تطوير المهارة عن طريق فتح صناديق الكنوز. وبيقول وولف انه يفتحه، وبيقول النظام انه كان في الواقع كتاب مهارات عشوائية، وانه يمكن الحصول على مهارة معينة بشكل عشوائي ومستوى مهارة من الاقل الى الاعلى من E الى A، وهناك فرصة 1% فقط لاكتساب مهارات من المستوى الاول. وبيقول وولف ان اي حاجة هتفي بالغرض طالما انها ليست مهارة من المستوى E. وبيقول انه ضوء اصفر واتضح انها مهارة من المستوى الاول، وبيفرح النظام وبيقول ان عندما تنظهر روح الوحش يمكن انها تنبعث منها درجة حرارة عالية من الضوء الاصفر، واللي ليها القدرة على اذابة الفولاذ، ويمكن ان تصل درجة الحرارة القصوى الى 100,000 درجة، وانه محظوظ وحظ قوي جدا، وان دلوقتي مش الوقت المناسب لانه يكون سعيد. وبيقول المدير انه يقتلوه وانه هيدي لكل واحد 10 ملايين. وبتقول له البنت لين يوان هو انا اقدر اساعدك في اندماج ارواح الوحش؟ فبيقول لها لا وانها تبعد. وبيقول في سره انها واحدة من الاشخاص القلائل اللي بيتعاطفوا مع الملك الاصلي، ولا ما اقدرش ان اتركه تتأذى. وبيهجم عليه الفيل، ولكن وولف بيتفادى ضرباته بكل سهولة، وبيكون عنده مشقة عالية بسبب انه كان قاتل، وبيمسك زلمة الفيل وبيضربه وبيدخل في الحيطة. وبيقول للنظام انه ربح القتال بنجاح وانه حصل على صندوق كنز من الحديد. وبيقول وولف انه ما يعتقدش
انه مازال نفس ليني وان زي ما كان، وبيهجم عليهم بسرعة كبيرة، وبيقول انه سريع جدا، وبيمسكهم وبيضربهم في بعض، وبيكون المدير مصدوم منه وبيقول هو ايه اللي حصل وازاي حصل كده، وبيقعد يتأسف لولف وبيقول انه كان مخطئ وانه يسامحه، وبيقول له وولف انه فات الاوان. وطبعا وولف بينفخه وبيمشي وولف بيقول للبنت يلا نمشي، والبنت وهي بتمشي بتقول ان يبدو كده ان مش هيقدر يزعجها بعد الان. وهم ماشيين في الطريق بتقول البنت في سرها انها حاسه بالخجل بصفتها سيده روح وحش من المستوى اس، ومن الواضح من كان يجب ان انقذه، وفي النهايه هو اللي انقذني، وانا ما توقعتش ان قوته الخاصه تكون قويه جدا. وبعد كده بتشكوه وبتقول ان الوقت اتاخر وانها تشوفه بكره في المدرسه. اول ما بتمشي بيقول وولف للنظام الان دعنا نتحدث عما يسمى بالنظام، فبيقول له النظام تمام، والنظام بيقول ان لحسن الحظ كان قاتلا في حياته السابقه. هذه النظره والنغمه مخيفه جدا. وفي منزل ليني وان بيستخدم وولف اندماج الوحش، وبيبدأ الوحش يكون وراه، والنظام بيضحك أول ما بيشوف الوحش وبيقول إن في عالم الوحوش أنت فقط تستحق إنك تكون وجبة للأفواه. وبيقول وولف إن لا عجب إن الناس كانت بتقول إنه بيملك روح وحش قمامة، وبيضحك النظام وهو بيقول هو أنت عايزني أبدأ في الشرح؟ بيقول له وولف حالا، وبيقول له النظام إنه يمكنه الحصول على نقاط التطور من خلال الالتهام، واللي يمكن إنه يستخدمها لتقوية نفسك، ويمكنك أيضا الحصول على نقاط التطور من صندوق الكنز اللي حصلت عليه من شوية. فبيقول له وولف ايه هو الالتهام؟ فبيرد النظام وبيقول له الالتهام هو الاكل. وبيستغرب وولف وبيقول له النظام انا بتكلم على اكل اللحوم، فالارواح هي في الاساس مثل الحيوانات، لذا فان اولويتك الاولى هي تناول مزيد من اللحوم، وان افتكر انك تحافظ على روح الوحش وتاكل اللحوم النيه. وبيديله فراخ نيه وبيقول له انه ياكلها ويصبح اقوى لو اكلها، وانه هيبقى اقوى خلال 2.5 سنين. وبيقول وولف ان كلامه صح، وان الامر كله بيتعلق انه يبقى اقوى، وبيبدا ياكل في الفراخ. وبيقول له النظام انه اكل دجاجه نيه بنجاح، وانه اكتسب 5 نقاط تطور. وبيقول وولف استخدم 5 نقاط تطوريه وزيد من حجم الجسد، وفعلا بيزيد من حجم جسمه. وبيفرح وولف وهو بيقول انه هضمها كلها، وانه هيطلب المزيد من اللحوم لتناولها طول الليل. وبيقول له النظام ماشي. وفي اليوم التالي بيكون كبر جدا وبقى قوي. وبيقول وولف انه امبارح كل 100 ارنب بري بالاضافه الى مرقه الدجاج بعد الاكل طول الليل، وبيكون اتطور وبقى سحلية سوداء. الحالة مرحلة النمو. تصنيف الموهبة الدرجة بي. المستوى وحش 7 نجوم. الطول 3 متر، والوزن 540 كيلو. الهجوم عضة او مخلب. القدرة ضوء ساطع. وبعد كده بنشوف وولف في المدرسة وهو بيقول انه دلوقتي بقى اقوى بكتير في حالة روح الوحش، مش زي قبل كده، وانه متوقعش انه مش واخد مستواه، ولكن برضه تصنيف موهبتي اقدر اني ارقيها وفقا لذلك. وبيمسك القلم وهو بيقول ان على الرغم من انها لم تعد قمامة إلا أنها لا تزال بعيدة على أنها تكون كافية. أنا بحاجة إلى المزيد من النقاط التطور، وبرضه أصبح حجمي أكبر، لذلك أحتاج إلى العثور على مكان غير مأهول أو مستودع. منذ انتقالي إلى هذا العالم يجب أن أصير أقوى، لا أرى العالم من أعلى ذروة. وبيشوف شوية عيال متنمرين. وبيقول وولف إن لي فينغ قام هذا الشخص سابقا هو وجيانغ بتخويف ليانيوان والتنمر عليه، وهم بيتجرأوا على التنمر على الشخصية الأصلية علشان هم أتباع وموشيان صاحب الروح الوحشية الأقوى ذات المستوى اس في المدرسة. وبيتعصبوا منه وبيقولوا له وانت ليه ما بتتكلمش؟ اسرع، لا تجعلنا ننتظر، نريدك أن تفعل شيئا من أجلنا. انت فاهم احنا بنقول ايه أيها الوضيع؟ وبيتعصب وولف عليهم وبيقول لهم انهم يمشوا والا هيموتهم.